تعال أقولك. شايفين السرير ده سرير بروكروست. مين هو بروكروست ده؟ بروكروست هو شخصية أسطورية من الميثولوجيا اليونانية. عاش في غابات أثينا كقاطع طريق، وكان بيترصد المارة في مكان نائي، وكان بيعتقد إنه النموذج الأمثل للإنسانية المتكاملة. وكان في بيته سرير حديدي بيدعو ضيوفه لقضاء الليل عليه. وكان مظهر السرير عادي لمن يجهله، لكنه في الواقع أداة لرؤيته الجنونية للإنسان المثالي. فإذا كان الضيف أطول من السرير، كان بيعمد بروكروست لبتر جزء من أطرافه حتى يتساوى طوله مع السرير، وإن كان أقصر شده بعنف وقوة لحد ما تتمزق مفاصله وتتفكك أطرافه. كل ده عشان يجبر ضحيته على التوافق مع قياسه المثالي المفترض. ورغم بساطة الأسطورة دي، إلا إنها خلقت مصطلح البروكروستية اللي بيصف الناس اللي بيحاولوا يفرضوا مقاييس ثابتة على البشر بدون ما يهتموا باختلافاتهم الفكرية والعاطفية والثقافية، بل بيسعوا لتطويعهم قسرا داخل قوالب صارمة من غير أي اعتبار للي بيناسبهم من فكر أو قانون أو معتقد. والمثير للسخرية بقى إن بروكروست امتلك سريرين بأطوال مختلفة عشان يختار منهم اللي ما يناسبش الضيف عمدا، عشان يضمن إن محدش ينجو من تعديله القسري. وبكده بتعد البروكروستية من أخطر أمراض العقل الحديث، لأنها بتسحق الفردية باسم التماثل، وبتحارب التنوع تحت راية التجانس القسري. والسؤال دلوقتي، إزاي نقدر نتغلب على البروكروستي؟ التغلب على البروكروستية بيتطلب التحرر من الأفكار النمطية والقوالب الثابتة اللي بتفرضها على الآخرين، وممكن نحقق ده من خلال تقبل التنوع والاختلاف، وفهم إن كل شخص عنده خصوصيته وذاتيته، وتجنب فرض أفكارك ومعتقداتك على الآخرين، وكمان تشجيع الحوار المفتوح والاستماع الفعال. وأهم حاجة تعزيز القيم زي التسامح والاحترام المتبادل، وتعلم كيفية التعامل مع الخلافات بطريقة بناءة، وكمان تشجيع التفكير النقدي والإبداعي. وبكده ينتهي فيديو النهاردة، واستنوني الفيديو جاي مع مصطلح جديد. شكرا وإلى اللقاء.